الله الرحمن الرحيم. أخبار 9 ليلا. أصبحتم بالفول صباحا وبالسلتة مساء. قام الرئيس الأمريكي بزيارة إلى السعودية وذلك في السيارة وسقط في البيارة. وقام الرئيس الكوري بضرب البوري في رأس السوري. انفجرت عربية مفخخة أثناء هجوم مزرعة القمل عليها، ما أدى إلى مقتل وإصابة 50 قملي و5 قملي. وقد تبرعت المؤسسة الاقتصادية بمعبر بحبتين قمح لمديرية النمل، وقد عبر عن شكره مدير مدينة النمل وذلك بسبب القحط الجائر وغلاء الأسعار. انفجرت المؤسسة بعد تبرعها بقنبلة مدحلة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 10 جزمات و20 صندلة بأسبوع. أما الآن ومعكم بالمستشفيات. مستشفى تعز للرضاع العجائز، مستشفى البلوعات للعجائز الدلوعات، مستشفى بوش للعقل المربوش، مستشفى صنعاء لضرب الصلعة، مستشفى باجل للموت العاجل، مستشفى حرض لزيادة المرض. أما الآن وإياكم ومع الصيدليات. صيدلية العربة لبيع الحلبة، صيدلية القاضي لصرف المقاضي، صيدلية مخارش لبيع المفارش، صيدلية نصرة للضمة والكسرة، صيدلية مصعب لطلوع المصعد، صيدلية علياء للعيون العمياء، صيدلية رضاء لزيادة الأعضاء، صيدلية وصاب لقطع الأعصاب. أما الآن وإياكم مع التعزيات. مات اليوم في عمران زعيم الفيران، مات الكلب ابن الكلب بعد أن قضى معظم حياته في خدمة الوطن، وسيشيع جثمانه إلى عدن بعد غدا بعد الصلاة عليه في يوم واحد. وقد مات اليوم في حجة زعيم الضجة، مات عبد القدوس وهو يلحس الفانوس، مات حسين عندما لحس الجعسين واختنق عند الجسرين. شكرا للاستماع.